ريد بول يعطيك. ايوه، شفت هم مشهورين ازاي؟ انا وانت حافظين الشعار بتاعهم. طب ركزوا معايا، تخيلوا تكونوا ماشيين في الشارع واغلب الناس بتشرب ريد بول، وفي الزباله الكنز مرمي بشكل كبير جدا. اكيد هتقول ايوه مشروب وش مشهور. خليني بقى اقول لكم على الحقيقه. في البدايه شركه ريد بول كانت شركه صغيره محدش يعرفها قوي، ما كانوش معاهم الامكانيات الماديه اللي تخليهم يعملوا اعلانات بالملايين، وكانوا بيفكروا هو احنا ازاي نتعرف. هنا فريق التسويق بدل ما يعمل اعلانات بملايين الدولارات او يدي المحلات الكنز، عملوا حركه تانية، بقوا يرموا في زباله الشارع الكنز الفاضي، وكانوا بيستهدفوا النوادي والجامعات واي مكان بيبقى فيه شباب. الناس حرفيا بدات تحس ان ريد بول مشروب مشهور، فبداوا يروحوا يشتروا ريد بول فعلا ويشربوه. الخطه دي خلت ريد بول تبان ان هي المشروب رقم 1 عند الشباب، خلوهم يوصلوا للعالميه، لدرجه ان انا وانت حافظين الشعار بتاعهم. وهنا حباك تلاحظ معايا، تسويق من الاخر مش لازم يكون عندك ميزانيه جباره، انت بس محتاج خطه ذكيه. تخيلوا بقى معايا كام شركات عملوا الحركه دي واحنا مش واخدين بالنا. في النهايه في الفيديو اللي جاي حكايه.